ورجعنا لكم بالجزء الثاني المنتظر من حكايتنا مع جروب أميرة البداوي للأكل البيتي. النهارده إن شاء الله هنخش قسم المجمدات وهنجرب معظم منتجات الفراخ. لو فاكرين المرة اللي فاتت دخلنا فرن المخبوزات وجربنا الفطير والقرص والرقاق، وقلنا وقتها إن إحنا خلصنا نص الحكاية. يا ترى هل جودة منتجات الفراخ زي جودة منتجات المخبوزات ولا هيكون في فرق؟ خليكم معانا لآخر الحلقة عشان نكتشف سوا، وتابعوا الحلقة للنهاية عشان تعرفوا الأرقام اللي هتطلع على الشاشة. عشان تدخلوا السحب على هدية الفيديو ده هتلاقوا تفاصيل دخول السحب مكتوبة كلها تحت في صندوق الوصف. شارك وممكن تكون أنت الكسبان في حلقة النهارده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين إيه؟ أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد مع رشيد. صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وادعوا لاخواتنا في ارض العزه ارض الرباط وفي السودان وفي سوريا وفي كل مكان وعلى الوالد وجميع المسلمين برحمه والمغفره. زي ما قلت النهارده ان شاء الله هنجرب قسم المجمدات من جروب اميره البداوي للاكل البيتي، وبالتحديد هنجرب منتجات الفراخ. هنجرب النهارده الستريبس والبانيه والشاورما والشيش طاووق والسمك الفيليه. هتقولي ايه دخل سمك الفيليه مع منتجات الفراخ؟ هقول لك هم السمك عندهم فيليه بس، فقلت بدل ما نعمل حلقه مخصوص ندخله مع منتجات الفراخ وكانه جزء من الفراخ. وصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. وطبعا سالت مدام اميره وقلت لها على اقتراحات الوصفات اجرب بيها الحاجات دي، فقالت لي الستريبس والبانيه هنسخن الزيت الاول كويس وبعدين نحطهم ياخدوا لون، وبعدين هتهدي النار حاجه اقل من المتوسط وتسيبهم 5 دقايق على كل جنب، وبعدين تشيلهم تجربهم مع الرز او مع البطاطس او مع العيش الشامي او الفلاحي وبالهنا والشفا. وزي ما انتم شايفين كده خدت من كل طبق حاجه، من الستريبس قطعتين الستريبس وقطعه فيليه وبرده الشاورما اهي، وهنا الشيش طاووق وده السمك الفيليه. هنجرب اول حاجه الستريبس والبانيه، وقدحنا الزيت نحط فيه بقى الستريبس اول حاجه كده. شايفين قطعه الستريبس بسم الله ما شاء الله شكلها حلو وجميل ومتبله طبعا جاهزه. بسم الله تمام كده. نجيب بقى قطعه الفيليه بتاعتنا. شايفين قطعه الفيليه بسم الله ما شاء الله قطعه كده محترمه برضه كده في الزيت. طبعا قطعه الفيليه المفروض مش هتاخد نفس الوقت اللي بياخدوا الستريبس، فهنجهزهم مع بعض ونجيبهم ايه ونجربهم ان شاء الله مع الرز. وعملنا الستريبس والبانيه طبعا مجهز عيش شامي ورز بسمتي وبطاطس وكاتشب ومخلل لزوم الاكله وكده. نجرب الستريبس كده وندوق لوحده شكلها كده بعد ما استوت. بسم الله شكلها كده من جوه ريحتها حلوه قوي وريحه التتبيله فيها باينه جامد يعني. بسم الله طعمها حلو قوي وطعم التتبيله فيها باين قوي، طعمها جامد بصراحه. دوق بقى الفيليه، نقطع كده حته من الفيليه بسم الله كده زي ما انتم شايفين كده شكل قطعه الفيليه، شريحه من صدر الفراخ متبله حلوه برده وريحه التتبيله جامده. بسم الله طعمها جميل قوي، طعم التتبيله اللي عليها يجنن بصراحه. نجيب بقى لقمه عيش كده شامي وناخد معاها بقى حته فيليه كده محترمه، نحط معاها بطاطسيتين صوابع كده ومعاها حته خيار مخلل وبعدين في الكاتشب وبسم الله جمدان، طعم التتبيله تحفه. ونخش بقى على الستريبس برده معاها كده ايه بطاطس ومعاها برده كده خيار مخلل وقفل كده وفي الكاتشب وبسم الله حوار كبير. نجرب بقى كده مع الرز، ناخد كده حته فيليه بسم الله نحطها كده مع الرز وبسم الله تحفه تحفه. جرب برضو قطعه الستريبس، شايفين شكلها جميل ازاي؟ الفراخ نظيفه ومتبله حلوه قوي بسم الله ما شاء الله. طعمها مع الرز خطيره مع الكاتشب بسم الله. وندخل بقى على الشاورما والشيش وبسرعه كده قبل ما الزيت يبرد. زي ما انتم سامعين كده الزيت قادح، فنقول بسم الله كده ونشيل كده الشاورما بتاعتنا بسم الله. ايوه هي دي الطشه، سامعين الطشه كده؟ خلي الطشه بتاعتها دي اهم حاجه. نقلبها بقى كده في الزيت بسم الله، نحطها على النار ايه ما بين الهادي والمتوسط، واجي لكم اقول لكم هنعمل ايه. بس انا كنت حبيت اوريكم الطشه واسمعكم صوت الطشه. خش بعد كده بقى على الشيش، جهزت له الطاسه بتاعته. هي بصراحه ما قالتليش الشيش لازم يعمل طشه هو كمان، فيا دوب كده سيحت الزيت بحاجه بسيطه. وناخد بقى كده قطع الشيش كده نحطها بالراحه كده في الصينيه في الطاسه قصدي بالراحه كده بسم الله. فانا ما عنديش السياخ فهنجربها كده نعملها بالايه بالطريقه الثانيه اللي هي قالت لي عليها. تمام كده. هنحط معاها بقى هنا ايه حلقه بصل من هنا كده، حلقه بصل من هنا كده، وقطعه من الطماطم. زي ما انتم شايفين كده انا مجهز ايه شويه طماطم كده وحبشتكنات. والله انا كنت عايز اجيب صينيه اكبر من كده، نجيب صينيه اكبر من كده. جبت صينيه كبيره شويه حطيت فيها برده كده معلقه زيت. احنا كده هنحط فيها الزبده اللي هنا. نشيل كده بالراحه الحاجات نرصها هنا كده بالراحه. نشيل الفراخ برده نحطها هنا كده في النص. صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. تمام كده تمام كده. هنجيب بقى الزيت اللي حطيناه هنا كله ونفضيه هنا كله كده تاني. نحط معاه برده كده ايه بصلايه كده، فلفل الالوان بقى وزع كده الفلفل الالوان عليها كلها بسم الله الله ينور، والفلفل الاخضر كمان كده الله ينور كله تمام. شيلها بقى نحطها على النار لغايه ما تستوي وبعدين نيجي نجربها هي والشاورما. وطبعا دي الحاجات اللي هي بتاع الشاورما زي ما قلنا مقطعين بصل قطع صغيره وفلفل الوان برده. حالا نعدي حوالي 5 دقايق على الشاورما على النار، نحط بقى عليها البصل والفلفل الالوان وشويه ملح واجهزهم ونيجي نجربهم ان شاء الله. واخيرا الشاورما والشيش طاووق استووا. بصراحه ما كنتش اتوقع ان شكلهم يكون حلو كده. زي ما انتم شايفين كده شكل الشاورما شكلها حلو جميل كده ويشهي ويفتح النفس، وادي كده شكل الشيش بسم الله ما شاء الله. ما عنديش فرن بس سبته كده لغايه لما خلوا تحميره من هنا كده وقلبته وخليته خد تحميره من الوش الثاني. شكله كده زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله خطير. نقول بسم الله كده وندوق الاول الشاورما لوحدها بسم الله. طعمها حلو وطعم التتبيله اللي فيها شبه التتبيله اللي في الستريبس، والبصل والفلفل والزبده اداها نكهه بصراحه طعمها حلو قوي بسم الله ما شاء الله. ندوق برده كده شيش طاووق لوحده بسم الله. زي ما انتم شايفين كده سبتها كده لما خدت لها تحميره كده من تحت ومن فوق وريحتها بقت تحفه. شكل كده الفراخ من جوه بسم الله ما شاء الله الفراخ نظيفه بسم الله.
طعم التتبيله هنا مختلف عن هنا، وطعم التتبيله بتاع الشيش حلو قوي جميله بصراحه، طعمهم حلو قوي. بس احنا هنعمل ايه بقى؟ نجيب كده الرغيف بتاعنا نحطه هنا كده، نحط كده جبنه رومي تحت وفوقها كده شويه جبنه موتزاريلا كده، بسم الله. نجيب المعلقه بتاعتنا نحط عليها شويه من الشاورما، بسم الله. تمام كده، بطاطس، ونقفل بقى كده ونسيب ده بقى هنا كده في جنب. ونجيب الرغيف التاني حته جبنه رومي كده تحت، صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. نحط برده كده شويه جبنه موتزاريلا، بسم الله. تمام كده. ونجيب بقى كده من الفراخ الشيش بتاعتنا، بسم الله، الله ينور. نحط برده معاها كده ايه، من البصل، شايفين الجمال. نحط برده معاها كده فلفل الوان، بسم الله، طماطم، بسم الله. هنعمل ايه بقى؟ هنقفل ده كده ونشيله من هنا كده نحطه هنا، تمام. ونشيل ده زي ما هو ده كده ونحطه ايه هنا، نحطهم بقى على النار ياخدوا لهم تجميره من هنا وتجميره من الناحيه الثانيه، ونيجي ندوق. وصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. سامعين الصوت؟ خدت لها وش تحميره محترم، بسم الله. ادي ده الشيش، شايفين الجمال، بسم الله ما شاء الله. نفتح بقى كده، بسم الله. سخن سخن نعمل بالسكين، بسم الله. شايفين شكل السندوتش كده من جوه؟ شايفين الجمال، بسم الله. طعمها تحفه تحفه تحفه. ده اللي هو الشيش ده بصراحه 10 من 10. خش بعد كده بقى على الشاورما، بسم الله. انا عايز اقطعها بايدي كده احسن عشان الجبنه تمط معانا. ما مطيتش الجبنه يلا ما علينا، مش مشكله. زي ما انتم شايفين كده شكل السندوتش من جوه، ده الشاورما، بسم الله. شاورما مظبوطه مفيش فيها غلطه. البطاطس مع الشاورما بقى والبصل والفلفل والحبشتكنات دي اسطوره. كده الشاورما والشيش طاووق 10 من 10. وندخل بعد كده بقى على الفيليه، وزي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله. بعد ما فك شكله حلو جميل، بسم الله ما شاء الله. زي ما قلنا هنعمله بطريقتين، بالفيجيتار وبالدقيق العادي. احنا قلنا عشان نعمله بالفيجيتار زي ما هي قالت لي، هجهز بيضه واضربها مع فلفل اسمر وملح وشويه كمون، مش فاكر هي كمون ولا لا، بس انا قلت احط كمون احتياطا. هنفش البيضه بتاعتنا كده، بسم الله. نقول بسم الله كده ونقلبها كده في بعضيها. بعتذر ان كان منظر غير مريح للانظار، صلوا على النبي. هو مش انتوا بتعملوه كده ولا بتعملوه ازاي؟ A few moments later. تمام كده، ضربنا البيضه في الملح والكمون. نجيب كده السمكه بتاعتنا، بسم الله، نشفها كده الاول بالمناديل من الميه. مش عارف اللي بعمله ده صح ولا غلط. نحط اول واحده بقى في الدقيق كده، بسم الله. دي اللي هنعملها بالدقيق بس، نخلطها كده بالدقيق كويس من جميع الاجناب، تمام كده. خليها هنا كده. نجيب الثانيه بقى، بسم الله. نحاول برضو نصفيها من الميه هنا كده. هي الناحيه الثانيه كده كده ما فيهاش ميه عشان هي كانت فوق. والله انا صعبان عليا لما بشيل ميه بيطلع من التتبيله بتاعتها فصعبان عليا التتبيله اللي بتطلع بصراحه. بسم الله. في الدقيق الاول نحطها كده بالدقيق حلو خالص، تمام كده. وبعدين نحطها في البيض، بسم الله. نحطها بقى كده على البيض، نحاول نخلي البيض كده يجيبها من كل مكان. مش عارف ايه اللي انا بعمله ده بصراحه، المفروض بالايد مش بالمعلقه. هنا نقلبها كده، بسم الله. نغمسها كده في البيض حلو. طب انتوا بتعملوا ايه في البيض بعد ما بتحطوا فيه الفراخ او السمك لما تيجوا تعملوه بالشكل ده؟ عشان انا بصراحه بستحرم مرميه. شيلوا بقى من هنا كده بالراحه، بسم الله. حطوا بقى على الفيجيتار، نحاول بقى نغطيه كده بالفيجيتار من كل اتجاه، بسم الله. طبعا الفيجيتار بقى انا بحبه حار فاعمله بفيجيتار حار. 2000 years later. اروح بقى ادح الزيت واجيبه ونرجع له. وسخنت الزيت زي ما هي قالت لي، يعني حاجه وسط كده. نقول بسم الله ونحط بقى كده ايه اول واحده، ونقول بسم الله نحط الثانيه ايه جنبها، ونسيبهم على نار وسط لغايه ما يسووا براحتهم، ونقلبهم تقلبتين ونيجي نجربهم مع بعض. وطبعا سمك يبقى لازم يكون معاه رز وبطاطس. ده اللي هو بالفيجيتار المفروض يطلع مقرمش، بس ما طلعش معايا مقرمش مش عارف ليه. وده اللي هو بالدقيق العادي. ندوق الاول كده السمك لوحده، بسم الله. ندوق الاول كده اللي بالفيجيتار، شكلها كده من جوه. ندوقها كده نقول بسم الله. طعمها حلو بس محتاجه شويه ملح صغننين خالص، عامله زي الزبده بتدوب في البق. نجرب بقى اللي هي بالدقيق لوحدها، شكلها كده زي ما انتم شايفين، بسم الله. طعمها حلو وطعمها احلى من اللي بالفيجيتار. ناخد حته كده من الفيجيتار، بسم الله. طعمها حلو بس طعم الفراخ عجبني احلى، رغم ان انا كائن اصلا سمكواني، كائن بحري بحب الاسماك. مش معنى كده ان هو وحش، هو حلو بس تتبيله الفراخ كانت احلى. يعني لو مثلا هدي الفراخ 10 من 10، السمك ياخد 9 من 10. هو بس الحاجه اللي ناقصه فيه ان هو محتاج ملح. مش عارف بقى هما بيبقوا عاملينه انت عايز ترش ملح ترش براحتك ولا لا. طب ثواني اجيب ملح كده واجي، بسم الله. نرشها كده برشه ملح كده بسيطه. نجرب بقى وندوق تاني، بسم الله. هو الملح ظبط الكلام شويه، شكل السمكيه كده من جوه حاجه كده نظيفه يعني. وبكده نكون جربنا قسم منتجات الفراخ من جروب اميره البدوي للاكل البيتي. احلى حاجه عجبتني في حلقه النهارده الستريبس والبانيه، الاثنين طعمهم تحفه وممتاز. والتتبيله بتاع البانيه بسم الله ما شاء الله جميله قوي وخطيره. بعد منهم الشيش طاووق والشاورما طعمهم كان حلو، والتتبيله بتاعتهم برده كانت حلوه وجميله. وفي الاخر خالص السمك هو ممكن يكون كان ناقصه ليمون، تصدقوا ممكن يكون كان ناقصه ليمون، لكن هو حلو. وده كان رايي انا. المهم رايكم انتم، اللي جرب حاجه قبل كده من الحاجات اللي انا جربتها في حلقه النهارده يكتب لي تحت في الكومنتات ويقول لي ايه احسن حاجه بتعجبه من منتجات الفراخ من جروب اميره البدوي للاكل البيتي. ولو وصلت
قلت لغايه هنا فانتوا اساطير وتستاهلوا هديه جميله. وهديه النهارده من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه الصلاه والسلام، ما رواه ابو داود في صحيحه عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن ابيه قال: خرجنا في ليله مطر وظلمه شديده نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا فادركناه فقال: اصليتم؟ فلم اقل شيئا. فقال: قل. فلم اقل شيئا. ثم قال: قل. فلم اقل شيئا. ثم قال: قل. فقلت: يا رسول الله ما اقول؟ قال: قل هو الله احد والمعوذتين حين تصبح وحين تمسي 3 مرات تكفيك من شر كل شيء، او كما قال صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص انه ينفع اصحابه رضوان الله عليهم وكذلك امته من بعده، سواء كانت المنفعه دي في الدنيا او في الاخره. ففي الحديث الشريف بيحكي الصحابي الجليل عبد الله بن خبيب رضي الله عنه بيقول: خرجنا في ليله كانت بتمطر مطر شديد والدنيا ضلمه قوي، وكنا بندور على النبي صلى الله عليه وسلم علشان يصلي بينا، ولما لقيناه سالنا: صليته؟ فعبد الله بن خبيب بيقول ايه؟ ما كنتش عارف اقول ايه وفضلت ساكت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: قول. فسيدنا عبد الله فضل واقف ساكت برضه، وقعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم الكلام 3 مرات، كل مره النبي صلى الله عليه وسلم يقول له قل، وسيدنا عبد الله يفضل ساكت وما يعرفش يرد يقول ايه، لغايه في المره الثالثه سال عبد الله بن خبيب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: اقول ايه يا رسول الله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: قل هو الله احد والمعوذتين، اللي هم قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس، تقراهم 3 مرات الصبح و3 مرات بالليل، وهيحموك ويكفوك من اي شر او اذى باذن الله عز وجل. فنحاول نلتزم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ونحافظ على قراءه ال3 سور دول في اذكار الصباح واذكار المساء، عشان ربنا عز وجل يحمينا ويبعد عننا كل شر. وكده نكون وصلنا لنهايه حلقه النهارده، وان شاء الله في حلقه كمان جايه هنجرب فيها منتجات اللحوم من جروب اميره البديوي للاكل البيتي. خليك متاكد انك مشترك في القناه ومفعل الجرس عشان يوصلك اشعار اول ما ينزل الفيديو. شكرا من كل قلبي لكل واحد او واحده فضل معايا في الحلقه لغايه هنا. لو انت او انت وصلتوا لغايه هنا اثبتوا وجودكم بكومنت وقولوا شفنا الحلقه للاخر، وما تنسوش تركزوا في الحلقه كويس عشان تعرفوا ال5 ارقام اللي ظهروا في حلقه النهارده عشان تشاركوا في سحب هديه الفيديو ده. هتلاقوا تفاصيل السحب كلها مكتوبه وموجوده تحت في صندوق الوصف. شارك ويمكن تكون انت الكسبان في حلقه النهارده. اوعى حد يكتب ارقام في الكومنتات، اللي يكتب ارقام في الكومنتات همسح الكومنت بتاعه ومش هيشارك في السحب على هديه الفيديو ده. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتشتركوا في صفحات القناه على مواقع السوشيال ميديا. هتلاقوا لينكات صفحات القناه موجوده تحت صندوق الوصف او في الصفحه الرئيسيه للقناه. وفي الختام ما تنسوش تدعوا اخواتنا في ارض العزه ارض الرباط وفي السودان وفي سوريا في كل مكان، وادعوا الوالد جميع المسلمين برحمه ومغفره. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اشوفكم ان شاء الله حاجه على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صل على محمد. صل على محمد. صل على محمد. صل على محمد. صل على محمد.